مرحبا حبيب. اهلا. تعال على الزعدي. مرحبا. اقعد امجد اقعد. كيفك اليوم؟ منيحة شكرا. أمجد خريج أدب عربي من جامعة دمشق، عم يكتب رواية أو قصة، يعني مشروع كاتب مهم، وهلأ نحن زملاء بالشغل. حلو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ أمجد. نورت. رفقاتي هبة، أحمد، سامر، رباب، غسان. تشرفنا. شو وين البقية؟ لسه ما اجوا. شو تشربوا؟ طبعا عزك العادة ولا دايت. استاذ امجد شو تشرب؟ أنا ممكن آخذ أي شيء طبيعي. أنا طبيعي، ما عاد في شيء طبيعي. يعني أنا بقصد أي شيء أقرب للطبيعي، بردقان، ليمون. أنا قصدي إنه الكيماويات والهرمونات فاتت على كل شيء طبيعي، يعني وسائل الأسمدة والتعليب والتغليف، هذا كله بضر بالصحة. خالتك هبه من جماعه درهم وقايه خير من قنطار علاج. هلا انتوا على شو مختلفين؟ هي حياته بدنا نعيشها، وكل واحد هو وحظه. على رايك. بعدين اليوم عندنا مناسبة جديدة، زميل جديد عم ينضم لشلتنا، بدل ما نرحب فيه نازين ببعض نقاش بيزنطي. اهلا وسهلا فيك بشلتنا استاذ امجد. شكرا. ويا ترى شو طبيعة الرواية اللي عم تكتبها؟ الحقيقة أنا ما فيني أقدم نفسي ككاتب، لأنه لحد هلأ لسه ما نشرت ولا كلمة، فلذلك أرجو أنك تعفيني من الجواب على سؤالك اللي ما رح يقدر يجاوب عليه إلا كاتب محترف. ولا يهمك، أنا بسحب سؤالي، بس عندي سؤال تاني ما أنه محتاج لكاتب محترف ليجاوبني عليه. تفضل. يا ترى شو نوع الكمبيوتر اللي عم تستخدمه بالكتابة؟ الحقيقة أنا ما بستخدم كمبيوتر، لساتني بكتب بالقلم. أوف، بهالأيام في حدا لسه بيكتب بالقلم؟ إيه أنا. والسبب؟ لأنه يا أستاذ سامر لما بكتب بالقلم بحس إنه بصمتي عم بتكون موجودة، بينما هذا الشيء ما بيتوفر بالكمبيوتر لأنه ما له بصمة، ولذلك أنا ما بحبه. بس هيك أستاذ كأنك أنت ضد التكنولوجيا. ممكن ضد التكنولوجيا اللي بتلغي لي شخصيتي، بتلغي لي خيالي، بصمتي، بتلغيني بشكل عام يعني. فلذلك أنا مضطر إني أترك مسافة أمان بيني وبين هي التكنولوجيا. بس الكمبيوتر وسيلة إبداع، ما قنبلة لحتى تترك مسافة أمان بينك وبينها. يبدو إنه بعدنا كتير بالحوار. على كل حال أستاذ سامر أنا مضطر إني جاوبك. نحن كعرب بنستورد هالتكنولوجيا اللي سميتها حضرتك إبداع، وما منساهم بصناعتها، فبالتالي غالبا هالتكنولوجيا هي عم بتكون حاملة لقوانين ونظام الناس اللي عم بتصنعها. عادي؟ لا مو عادي، لأنه بهالحالة بيكونوا عم بيتحكموا بمسار أمورك كلها. كمان عادي أستاذ، لأنه كلفة التكنولوجيا عالية، وهن اللي دفعوا هي التكلفة مو نحن، وهي النقطة الأهم. بس نحن عم ندفع كمان سيد سامر، وعم ندفع كتير، على الأقل إذا بدك تسمينا كمستهلكين، وهي هي النقطة الأهم. على كل بعيدا عن أنه نحن عم ندفع أو ما عم ندفع، بحب ذكر حضرتك بأنه الصواريخ اللي انزتت بالعراق كانت مكلفة كتير. لا يا أستاذ، أنت هيك قلبت حرب عالمية. والله يا سيد سامر مو أنا اللي قلبت حرب عالمية، هن اللي مساويين حرب. يا سيدي إن كانت حرب وإن كانت هن اللي مساوينا، المهم هون والسؤال الأهم، أنت وين موقعك من الحرب؟ أنت طرف فيها ولا مانك طرف؟ بوعدك إني جاوبك عن هذا السؤال وعن أي سؤال تاني حابب إني جاوبك عليه، بس مو اليوم لأني مضطر أمشي. على كل حال أنا سعد شخصياً بالتعرف على حضرتك وعلى بقية الشباب. أنسة عزة، شكراً كتير على الدعوة الظريفة. بالإذن. والله معك. من وين كايشة المتكلف؟ أمجد شاب حضاري وظريف كتير. عن إذنكم. لك شو صار له هي الثاني؟ لك شو هالهبل اللي عم يصير يا شباب؟